السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا اخوان اينما انتم واينما كنتم. اهم شيء تكونوا تحبوا طائر الحسون. اليوم ان شاء الله تعالى نتحدث عن اخر عشاش الحسون لموسم 2023. طبعا احنا اليوم تاريخ 10/7/2023. طبعا هي ليست اخر عشاش الحسون، ولكن يعني قد تكون من الاواخر يعني، وليست الاخيرة ان شاء الله. طبعا راح نورجيكم اول عش معنا اللي هو يا اخوان العش فيه 4 فراخ. هينا يا اخوان، بسم الله ما شاء الله، عمرهن 8-9 ايام شوية. هنحاول نصور لكم اياهن بشكل منيح. هذول شايفينهم ميكلات، بسم الله ما شاء الله، عمرهن تقريبا 8 ايام تقريبا 9 ايام. هذا اول عش معنا يا اخوان. العش الثاني يا اخوان تحت هذه الانثى اللي انتم شايفينها امامكم، للاسف 5 بيضات هينا، 5 بيضات خربنات. رميتهن، قمت باستبدال رميتهن. طبعا هذه الانثى للاسف هي 3 عش لها بيطلع خربان، ما زبط عش الا واحد منهن والباقي كله خربان. هذه الانثى ما بعرف شو المشكله من الذكر او منها، ما بقدر احدد لان هي مش موجوده عندي في قفص حتى انا اقدر اشوفها افحص بطنها او افحص الذكر. الان يا اخوان وضعت بيضتين تحتيها ملقحات حتى ان ما يعني ما ترجعش تلف كمان مره ويرجع كمان غير ملقح. حطيت بيضتين ملقحات، كان عنده انثى تحتيها 4 ولقيت بيضتين ساقطات خارج العش وميت الجنين داخلهن، وحطيت تحت هذه الانثى بيضتين حتى تحضنهن. يعني لو اذا اطلعتهن الحمد لله خير وبركه. خلينا ننتقل على عش اخر يا اخوان انا وياكم. العش الاخر على هذه الشجره يا اخواني، هي خلينا نشوف كيف فراخها. كان طبعا تحتيها هذه الانثى كان تحتيها 4 فراخ، للاسف ما صفى الا 3، لقيت واحد ميت. طبعا هيك دائما اخر الموسم ما بكون صحه الفراخ زي اول الموسم، يعني على الاغلب اخر الموسم ما بزبط كثير زي اول الموسم من ناحيه تلقيح ومن ناحيه صحه الفراخ. هذول 3 فيهم، كان في 4 صفى 3 فراخ. عش اخر يا اخوان هان، ايوه طبعا باضت جديد، اول بيضه لها اليوم. أيوه على هذه الشجرة يا اخواني، شايفين كيف هاي العش هنا وعش الفراخ هان. ايوه شايفين، وعش البيض من وتحت على هذه الشجرة. بيض اولى طبعا بضع بيض صناعي، بعدين بكمل البيض بيض طبيعي، بعدين برجع بعد اليوم الرابع. خلينا ننتقل وياكم على عش اخر. العش الاخر يا اخوان على اعلى القمة، هاي السقف وهي عندي هان. اتوقع والله اعلم في 4 يعني كويسات، وواحده فحصتها يا اخوان مش كويسه، بس فحصتها كمان مره اللي هي هذه هاي شايفين فيها زي حز، والله اعلم انها خربانه. راح افحصها كمان مره بعد الفيديو، اذا خربانه راح ارميها، ما راح اخليها داخل العش. خلينا ننتقل كمان معكم على عش اخر فيه فراخ يا اخواني. وهذا العش يا اخوان كمان هيو، حاول اصور لكم اياه بشكل واضح. هذول فيه 4 فراخ. هذا العش طبعا 4 بيضات 4 فراخ، ان شاء الله بزبطن وبعيشن وبكبرن ان شاء الله. هينا 4 بسم الله ما شاء الله، 4 فراخ على هذه الشجرة. شايفين كيف عشاش يا اخوان، يعني طلع حجم صغير يعني حجم الشجرة. شايف كيف انا بسألني كيف بسوي عشوش. مثلا هي هان قاعدة بقدر الحسون يسوي هان عش، وهنا بسوي فيه كمان قاعدة، سوى العش على القاعدة هذه. يعني امر الاشجار الاصطناعيه اسهل كثير من ايش الشجر الطبيعي اللي هو بكتكت داخل العشوش وبينشف وبجف. اما هذا بيستخدم ممكن تستخدمه 3 4 5 سنين. هاي يا اخوان شايفين العش بسم الله ما شاء الله، نسال الله لنا ولكم البركه. خلينا ننتقل وياكم على العش الاخير ان شاء الله. وهذا العش الاخير يا اخواني في 4 بيضات. طبعا اليوم تمت البيضه الرابعه، هذا اليوم شايفين يا اخوان. اليوم على هذه الشجرة هيك على الحيطة هيك، هي شايفين كيف وضعتها على هذه الشجرة. اليوم البيضة الرابعة، ممكن تضع 5 وممكن 4 حسب نوعية الأنثى. بعض الأناث تضع 4 بيضات، بعضها 5، بعض الأناث 6. طبعا هذول الأعشاش اللي عندنا. طبعا في كمان عش في بيض كمان. طبعا هذول الأعشاش الحسون اللي عندنا لو شهر. وكمان آسف إذا ورجيكم نسيت عش اخر. هي الانثى هي شايفينها، هي على الشجره هذا عش في بيض كمان يا اخوان. نسال الله لنا ولكم البركه فيما رزقنا.
إذا عجبكم شيء يا إخوان ما تنسوا تباركوا وتقولوا تبارك الرحمن ما شاء الله. هذا فيديو اليوم يا إخوان لعشاش الحسون 2023. بارك الله لنا ولكم فيما رزقنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.